السلام عليكم البنات الغزالات الفنات، جيتكم فيديو جديد ان شاء الله. اليوم نهضروا على الحامات والعروسة. آه، كيفاش نبنيو علاقة اساسها المودة والرحمة. شحال هذه والعلاقة بين الحامات وعروستها مطبوعة في الاذهان بواحد الصورة نمطية ديال العداوة والمشاكل. هاد الصورة كتركز غير على الصداع، ولكن واش هادشي حقيقة مطلقة ولا غير تصورات توارثناها في الواقع؟ هاد العلاقة هي واحدة من أهم العلاقات في العائلة المغربية، وإذا عرفنا كيفاش نسيروها تقدر تولي مصدر سعادة واستقرار للدار كاملة. غنعطيكم أسرار التفاهم والتعايش باش تكون العلاقة مزيانة وما تدخلش في خانة الصداع. كاينين نقاط أساسية خاص كل طرف يفهمها. فهم طبيعة العلاقة. العروسة خصها تعرف باللي الحمات هي الأم اللي ربات وتعبات، ومن الطبيعي تكون عندها مكانة خاصة عند ولدها، والحمات خصها تستوعب باللي ولدها كبر ودار الدار، وباللي العروسة هي شريكة حياته اللي اختارها باش يكمل معها الطريق. هذا الفهم المتبادل كينقص بزاف ديال الحساسيات. وكاين الاحترام، هو الماكينة اللي كتحرك العلاقة. الاحترام ماشي هو الخوف، ولكن هو ان كل وحدة تعرف الحدود ديالها. العروسة تحترم دارها بيت الحامات بكلمة طيبة وتصرفات زوينة، والحامات تحترم الخصوصية ديال العروسة وما تدخلش في تفاصيل حياتها الخاصة في تربية الأولاد، الميزانية والقرارات الشخصية. وكاين البعد كيدير الود. احيانا ملي كيكون الضغط ديال السكن المشترك كيكثر الاحتكاك، ولكن واخا يكونوا ساكنين حدا بعضياتهم، السياسة هي الحل. العروسة اللي كتعرف كيفاش تكسب حماتها بكلمة حلوة وهدية بسيطة بلا مناسبة، والحامات اللي كتعرف كيفاش تكسب عروستها بكلمة تشجيع وتصرفات دافئة، يقدروا يكسروا أي حاجز. وكيجي دور الزوج الرجل هو المايسترو خصو يكون ذكي، ما ينقلش الهضره لا من هنا ولا من ليه ولا عكس، وما يخليش الام ديالو تحس انها مهدده بمراته، وما يخليش مراته تحس انها بوحدها. الحكمه ديال الرجل هي اللي كتخلي هاد العلاقه تبقى متوازنه ومستقره. وفي الاخير البنات، الحامات والعروسه كيبقاو بشر، وكل وحده عندها شخصيتها وطريقتها في الحياه. والسر في نجاح اي علاقه هو النيه الصافيه. الى دخلت كل وحده لهذه العلاقه وهي باغا تبني وتكون اخت او ابنه او ام، اكيد غتكون النتيجه هي الود. الحياه البنات قصيره، والعمر كيدوز، والدار اللي فيها السلام والضحكة هي الدار اللي كيبارك فيها الله. الكلمة الطيبة صدقة، والتعامل بالتي هي أحسن هو المفتاح اللي كيدوب أصعب القلوب، وكيخلي العلاقة بين الحامات والعروسة علاقة نمو نموذجية وقوية ومبنية على الاحترام المتبادل. في نظرك واش كتشوفي باللي النية الصافية بوحدها كافية باش تنجح هاد العلاقة، ولا ضروري من السياسة والذكاء الاجتماعي، أو كتفضلي تسكني بوحدك مع راجلك بعيد على المشاكل واخا هاد الوقت صعيب اللي يسكن باش تسكني راسك مع الغلاء ديال المعيشة والغلاء ديال السكن وكلشي. الأغلبية كيسكنوا مع العائلات ديالهم، وخاص بنادم يعرف من الأول ملي كيجي يخطب الراجل خصك انتي واش توافقي تسكني مع العائلة ديالو ولا بوحدو. هادشي كلشي يعني انتي اللي كتختاري، ماشي هو اللي كيختار. كيقول لك انا راني كنسكن مع الوالده ديالي وخوتي، انتي كتسمحوا لي وانتي كتقولي واش ولا لا. كتقبلي ولا تقبلي، خاصك تصبري شويه، الصبر منك وشويه الصبر من الحامات، وان شاء الله ما يكون غير الخير. البنات الصبر ضروري. اي دار فيها المشاكل حتى دار ما خطاوها المشاكل. سيدي اللي ما كيصبرش دغيا، وعارفين دغيا كيمشي وكيرجعوا.
مكيفوتوش حتى شهر كتلقايها رجعات. يلاه البنات السلام عليكم، اشتركوا في القناة، كنبغيكم بيزو.